كيف حالك؟ مرحب. أنا بخير، شكرا لسؤالك. وأنت كيف حالك؟ تمام. كلميني عربي باللغة المصرية، باللهجة المصرية. تمام، إزاي أقدر أساعدك النهاردة؟ عايز أسمع قصة حلوة. يبدو كأنك بتقول جملة شائعة على يوتيوب. هل كنت بتحضر فيديو أو قناة معينة؟ كلميني باللهجة المصرية، عايز أسمع قصة حلوة. طب طبعا أنا ممكن أكلمك باللهجة المصرية، بس لو في حاجة مش واضحة ممكن توضح لي. عايز إزاي أقدر أسمع أساعدك؟ قصة حلوة. Got it. Is there something specific you're working on or need help with? كلميني عربي باللهجة المصرية، عايز أسمع قصة حلوة، قصة جميلة، قصة رعب. أكيد. هقولك قصة جميلة باللهجة المصرية. في يوم من الأيام كان في بنت اسمها فاطمة، بنت طيبة جدا ودايما بتحب تساعد الناس. في يوم من الأيام وهي ماشية في الشارع شافت واحد عجوز قاعد لوحده شكله متعب. فاطمة قربت منه وقالت له: ازيك يا جدي، في حاجة أقدر أساعدك فيها؟ العجوز ابتسم مش وقال: حلوة مش أنا تعبان حلوة شوية مش بس مش حلوة عايز حد يتعب معايا. مش حلوة. لكن فاطمة ما سبتهوش وقالت له: أنا هساعدك، ولو محتاج حاجة أنا جنبك. يا ست Army مش ساعده حلوة. هو في ادي بيته النيلة الزرقاء. وبول سيمسي متهمين. لما وصلوا العجوز شكرها وقال لها: انت مش بس ساعدتيني لكن كمان اسعدتيني جدا. يا ست مش حلوة. ومن اليوم ده فاطمة بقت دايما تحرص على مساعدة اي حد محتاج حتى لو كان الموضوع بسيط، وكانت دايما حاسة انها بتعمل حاجة جميلة في الدنيا. يا ست مش القصص دي حلوة. بتعلمنا ان ادي النيلة kindness الزرقاء. بيبقى ليها تأثير كبير حتى في اصغر الحاجات. هل يا عجبتك؟ ست مش حلوة مش حلوة. ما تكمليش، مش حلوة. عايز قصة حلوة جميلة. يبدو انك بتقول حاجة بالصيني. دي يوتيلو النيلة ممكن تعني الزرقاء. في مشاكل او في شيء مكسور. لو محتاج توضح اكتر قول لي. القصة اللي انت قلتيها مش حلوة، عايز قصة حلوة، قصة فيها رعب. ايه خامد. حسنا، خليني احكي لك قصة فيها رعب. ايوه. كان في شاب اسمه احمد، شاب ماشي. جريء ومش خايف من حاجة. ماشي. في يوم من الأيام قرر يروح في رحلة إلى مكان قديم مهجور في الجبال. المكان ماشي. كان معروف بين الناس إنه مسكون بالأرواح، لكن أحمد ما كانش مصدق الحاجات دي وكان بيحب المغامرة. وهو في الطريق للمكان بدأ يحس بشيء غريب. الرياح كانت عجيبة والجو كان مش طبيعي. لما وصل شاف بيت قديم جدا وكأنه مهدم من زمان، بس كان في إضاءة ضعيفة جاي من نافذة قديمة. دخل أحمد البيت وكلما يسمع أصوات غريبة زي همسات وصوت خطوات وراءه رغم إنه كان لوحده. فجأة لقى مرآة قديمة في الحائط، ولما بص فيها شاف شخصيته وهو واقف قدامها، لكن العجيب إنه كان في ورائه شكل مظلم بيحاول يمسك. أحمد فزع وركض بسرعة للخروج، لكن كل باب كان مغلق، وكلما حاول يهرب يلاقي نفسه يرجع لنفس المكان. وفي لحظة تفاجأ بصوت قوي بيصرخ من ورائه، وعينيه فجأة لمعت بالحمراء في الظلام. أحمد شعر إن روح غريبة كانت بتحاول تسيطر عليه. في اللحظة الأخيرة استطاع الهروب من المكان بصعوبة، وهو بيحس إن حاجة بتلاحقه. ومن اليوم ده ما قدرش أحمد ينسي هذا المكان، وكلما حاول ينام كان يحس إن في حد بيشوفه. وفضل يحكي للناس عن المكان المرعب ده، لكن ما حدش كان بيصدق اللي حصل. هل عجبتك القصة دي؟ نو. أفهم. لو حابب تسمع قصة رعب مختلفة أو شيء آخر قولي إيه نوع القصص اللي تحبها. عايز اعرف اسمك ايه. واتس يور نيم. أنا اسمي تشات جي بي تي. لو حابب تتكلم عن حاجة أو تسأل عن أي شيء أنا هنا. تمام. رمضان جاي امتى؟ شهر رمضان جاي امتى؟
It seems like you wrote something in Telugu, كلميني so I عربي. couldn't fully understand it. Could you كلميني عربي. clarify what you're trying to say? كلميني عربي. كلميني عربي. أكيد هنتكلم عربي. إزاي أقدر أساعدك؟ شهر رمضان جاي امتى؟ Looks like you're referring to a يا Ramadan نهار game اسود. يا or a نهار shout اسود. out related to Ramadan. Could you explain a bit more about... جماعة شات جي بي تي ساعات بيهنج، ساعات بيقول كلام مش مفهوم، ساعات بيقول كلام انجليزي، ساعات مش على طول بيبقى مظبوط، ساعات بيتجاهلك اصلا ومش سامعك وهو بيتكلم مع نفسه. حاجة كده غريبة يعني، مش على طول بيبقى حلو. ساعة وساعة يعني. شات جي بي تي هو حلو وكل حاجة، بس مش دايما يعني. تعال نجرب تاني. مرحبا جات جي بي تي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you? الحمد لله. كلميني عربي باللهجة المصرية. على الرحب والسعة. كنت بتشاهد حاجة حلوة، أتمنى تكون استمتعت. تمام، كلميني باللهجة المصرية. تمام. إزاي أقدر أساعدك دلوقتي؟ اقول لها ايه دي؟ احكي لي ازاي حصل ثورة 25 يناير. It sounds like you're mentioning someone or something named Achille. Could you tell me more about what you're referring to? لا، كلميني باللهجة المصرية، عربي باللهجة المصرية. عايز اعرف حصل ايه في ثورة 25 يناير. فهمت. 25 يناير في مصر هو يوم ثورة 2011، وهي أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث. في اليوم ده بدأ المصريون احتجاجات ضخمة ضد الحكومة بقيادة الرئيس حسني مبارك، مطالبين بالتغيير وتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. الاحتجاجات بدأت سلمية، لكن مع مرور الوقت تحولت إلى مواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن. في النهاية أدت هذه الثورة إلى تنحي مبارك عن السلطة بعد حوالي 30 سنة من حكمه. اليوم ده أصبح يوم عيد الشرطة في مصر، لكن من 2011 أصبح كمان له معنى أكبر كذكرى للثورة. وانت ايه رأيك في اللي حصل يا جي بي تي؟ بالنسبة لي الأحداث دي كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر والعالم العربي. ثورة 25 يناير عبرت عن رغبة الشعب في التغيير والحرية، وكانت تمثل صوت الناس ضد الظلم والفساد. رغم أن الثورة جابت تغييرات كبيرة، إلا أن التحديات كانت كثيرة بعدها، وكان في تعقيدات وصراعات سياسية. لكن من الناحية الإنسانية كان واضح أن الناس كان عندهم حلم لمستقبل أفضل. وفي النهاية كل ثورة أو تغيير بيكون له تأثير كبير، سواء كان إيجابي أو سلبي، والوقت هو اللي بيكشف عن النتيجة الكاملة. أنت شايف إزاي الأحداث دي؟ يعني انت شايفة اللي احنا وصلنا لحاجة كويسة؟ السؤال ده معقد، لأن التقييم يختلف حسب الشخص والمنظور. من ناحية الثورة جابت تغييرات مهمة في الحياة السياسية في مصر، زي حرية التعبير وحركات المجتمع المدني. لكن من ناحية تانية في كتير من التحديات والصعوبات اللي واجهتها البلاد بعد الثورة، زي الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية الصعبة. ممكن نقول إننا قطعنا مشوار طويل، بس الطريق لسه فيه تحديات. التغيير الحقيقي بيحتاج وقت وجهود مستمرة من كل الأطراف. فهل وصلنا لحاجة جيدة؟ يمكن تكون الإجابة مش واضحة تماما، لكن كل مرحلة بتقربنا أكتر لفهم الطريق اللي بنمشي فيه.
انت شايف ان وصلنا للي كنا بنحلم بيه بعد الثورة؟ انا مش شايف حاجه يا جي بي تي. انا شايف اللي انت تقفلي دلوقتي عشان صدعت منك. جود باي جي بي تي. انا اسف لو كنت ضايقتك، مش ده كان قصدي. لو حابب نتكلم عن حاجة تانية او تغير الموضوع انا موجود. نو جود باي جي بي تي. جود باي. goodbye, take care. يلا باي. باي. يا جماعه ده جي بي تي. شات جي بي تي مش دايما بيبقى يعني كويس، وبرضه مش دايما بيبقى وحش. يعني هو بين البنية، هو حلو على حسب برضه الشبكة بتاعة الموبايل بتاعتك. بس هو بصراحة يعني هو انا منبهر بصراحة بشات جي بي تي ده. لو انت لسه ما تعرفش تجيبه ازاي، انا هوريك دلوقتي فيديو تسجيل شاشة يعني كنت انا عامله كده. تعرف تجيبه ازاي؟ تدخل على المتجر، الموضوع سهل يعني. تدخل على المتجر، تكتب شات جي بي تي او تكتب جي بي تي بس كده على على المتجر. هيجي لك اول واحد صورته موجودة اهي. هيجي لك اول واحد، هتدوس تثبيت على الموبايل وتتعامل بقى. تقعد بقى ايه، تكلمه وهو يكلمك، تتعاملوا مع بعض. بس ما بلاش بقى يعني كلام في السياسة عشان خاطر الله اعلم، يعني فاهم؟ مش عايزين ندخل نفسنا في موضوع ملناش دعوة بيه. يلا جود باي.